صباح الخير، صباح الورد، صباح يوم جديد مشرق بنور الله. عاملين ايه متابعيني المحترمين الغاليين على قلبي؟ وحشتوني جدا جدا والله. اسفة على تأخيري يوم عليكم، انتوا عارفين ان انا يعني اليوم ما بتأخر عليكم يوم في تنزيل الفيديوهات، بس ببقى متضايقة، بس غصب عني. اسفة على التأخير. وشكرا لأي حد جميل دعالي دعوة حلوة كده من قلبه، او عمل لي لايك على البوست اللي شاركته على المنتدى. هبدأ معاكم يوم جديد النهاردة. اليوم دوت أنا كنت مصوراه قبل ما أتعب. هتكلم معاكم في كل حاجة النهاردة، هحكي لكم ايه التعب اللي أنا حاسة بيه، وايه يعني ايه الفترة الجاية، أنا خايفة من ايه وعايزة أعمل ايه، ومثلا وخايفة التعب ده يستمر. محتاجة بس دعوة حلوة من قلبكم كده، ربنا يشفيني ويعافيني ويجعل الموضوع بسيط يعني إن شاء الله. بدأت اليوم معاكم زي ما انتم شايفين كده بحاجات جميلة كده، يعني حاجات تدخل لقلبنا كده، تخلي اليوم معانا راضيين بيه، راضيين بكل تفاصيله، عندنا طاقة كده إيجابية نعمل كل حاجة. نورنا البيت بتاعنا بنور ربنا، شغلنا القرآن، عطرنا سجادة الصلاة اللي هنصلي عليها. وبعد كده دخلت بقى اشوف يومي واشوف ايه اللي مطلوب مني في بيتي في اليوم دوت. انا في اليوم دوت كنت انا لسه مش تعبانه على فكره، كنت انا كويسه. هحكي لكم بقى ايه التعب اللي انا حاسه بيه. انا بقالي فتره مثلا حوالي كذا شهر كده، وانا بحس دايما بوجع في قلبي. الوجع دوت انا لما كشفت مره عند دكتور قال لي لا، ده هو مش في القلب خالص، الوجع في العضلات، العضله بتاعه القلب نفسها هي اللي ايه، لما بتعملي ارهاق شويه او لما بتعملي مجهود او في السقعه بتتاثر، فبتحسي فيها بوجع شويه. ما تخافيش يعني، وطمني جدا، واداني ساعتها باصت للعضلات، فما بحس بوجع اخده كده وطمني. بس فبقيت كل فترة مثلا لما بحس بالوجع دوت بقيت اقول خلاص ده ارهاق، مثلا ان انا بضغط على نفسي شوية وكده وخلاص يعني. بقالي بقى دلوقتي يومين لحد ما صحيت في يوم كده الصبح، في يوم من النوم، وجع رهيب. عارفين كلمة وجع رهيب؟ وجع في القلب كده، من الظهر ومن قدام وبكتفي نفسه الشمال واقف. اللي هو انا مش عارفة ده ايه، ده مجهود؟ طب ده برد مثلا عشان تغيير الجو اليومين اللي فاتوا ونخفف شوية ونتقل شوية؟ طب ده القلب نفسه بقى يعني تعبان. فانا ما اكدبش عليكم، مش عارفة، قلقانة. يعني مش حكاية قلقانة، بس يعني خايفة يكون الدكتور اللي أنا رُحت له ده مش فاهم حاجة. فأنا زوجي دلوقتي عمّال يلِح ويتخانق معايا صراحةً يعني، إن أنا لازم أروح أعمل رسم قلب وحاجات كده يعني تبين، يعني أطمن إن الموضوع بسيط يعني. لو موضوع إرهاق بس وإن العضلة عندي ضعيفة شوية يعني بتتعب شوية لما باعمل مجهود، خلاص ماشي ما فيش مشكلة، هاخد علاج ليها وإن شاء الله الموضوع يبقى بسيط. لو الموضوع بقى ليه علاقة بالقلب ادعوا لي دعوة حلوة كده ربنا يخليني لأولادي. طبعا كلنا لينا أعمارنا يعني، وكلنا ليه حاجة ربنا كاتبها له هتتحقق يعني. بس يا رب يا رب يعني يجعلني في صحتي دايما كده قوية واقفة على رجلي علشان ولادي، علشان ما اخليهمش يحتاجوا لحد غيري ابدا. انا ما احتاجش لحد، انا دايما ربنا يبقى واقف جنبي كده وساندني. يا رب انا وانتم. طولت عليكم شوية في الكلام عن التعب ده، بس انا يعني حبيت اقول لكم اللي انا حاسة بيه، بما انكم بحس ان انتوا قريبين من قلبي، بحس اني بكلم اخواتي. في ناس معينة منكم بتقعد تكتب لي كومنتات، على فكرة بحس ان هم كأنهم اهلي. يعني أنا باستنى كل فيديو الكومنت بتاعهم وإن أنا أرد عليهم، إن هم اخواتي كده وباتكلم معاهم. فيا رب يجعل ليّا قبول بينكم كده، ويجعلني يعني إيه، قريبة من قلبكم كلكم. النهارده هاغديهم غدا بسيط وسهل في عمايله، بس في نفس الوقت يعني إيه، مغذي، يعني مش حكاية إن هو بسيط في عمايله مش مغذي، لأ هو مغذي طبعًا، وهُم بيحبوه جدًا، جدًا، جدًا. وأنا باعمل معاكم بقى الغدا قدّامكم كده. أنا هاعمل النهارده كبدة، وهاعمل بطاطس محمرة ومعاها شوية طحينة كده، وغدا ما أنا باقول لكم سهل وسريع كده في المطبخ. وبدأت من المطبخ بتاعي زي ما أنتم شايفين في المطبخ إن أنا أنضّف البوتاجاز بتاعي اللي دايمًا متلحوس يا أميرة، دايمًا متلحوس، ما أنا قُلت لكم بقى أنتم فهمتوا النظرية خلاص. أنا من نوع بنغسل شوية المواعين بعد السحور، سواء أنا أو حماتي واحدة فينا يعني، وبعد كده بنكبّر دماغنا من اتجاه البوتاجاز، يعني الصبح هيتنضّف مع المطبخ
المطبخ وكده، وشِلت أي حاجة زيادة في المطبخ ونضّفته، وبدأت في عمايل الأكل، وعملت عصير المانجا، والمانجا النهارده طلّعت عيني عارفين في الفيديو دوّة وأنا بانضّفها معاكم كده وباقشّرها بالمقشرة طلّعت عيني، بس أنا قطعت كتير في الكواليس. ليه بقى؟ علشان أنا قُلت لكم أنا باحب جدًا، جدًا أقشّرها بالمقشرة وهي متلجة، بتتشال قشرة بسيطة أوي، أوي وما بتتعبنيش. في الوقت دوّة على ما أنا غسلت البوتاجاز ونضّفت شوية حاجات كده في المطبخ وضبّطت الدنيا، كانت هي إيه، فكِّت شوية، فجيت أقشّرها بقى القشر كل شوية مش عارفة أشدّه كده وأقعد أطلّع فيه، فعشان كده بانصح أي حد لو أنتِ مخزّنة مانجا وهي متلجة كده على طول قشّريها بالمقشرة أو بالسكينة هتريّحِك جدًا، صحيح هي تتلج إيدِك شوية يعني، بس إحنا كأمهات سوبرمان يعني بنتحمّل أي حاجة. وهنا الكبدة برضه هاقطّعها، القلب بقى والحاجات التانية دي هاقطّعها الأول لوحدها كده علشان هي بتاخد سِوَى شوية وأحطها على جنب، والكبدة بعد كده هاقطّعها. عايزة أكلّمكم بقى في المرحلة الجاية، نِفْسي جدًا، جدًا يا رب أبقى كويسة بجد يعني يا رب إن شاء الله، إن شاء الله أنا عند حُسن ظن عبدي بي، وأنا عارفة إن ربنا طول ما أنا يعني متفائلة خير كده وعارفة إن المواضيع هتبقى بسيطة جدًا ومش هتحتاج أي حاجة وهاتعب يوم بس كده أو يومين وهاقوم على طول زي القردة، فإن شاء الله نِفْسي جدًا أعمل كحك وبسكوت. أنا على فكرة كل سنة من الناس اللي بتشتريه، علشان نبقى على مصداقية من البداية كده، يعني أنا مش من الناس اللي باقعد بقى كل سنة أقعد أعمل وكده، ولو فرضنا وعملت حاجات بسيطة في البيت يعني ممكن كده تفاريح بس كده أقوم عاملة كيلو بسكوت أو كيلو ونُص مثلًا أو كيلو كحك، وباروح برضه أشتري كحك وبسكوت وبيتي فور وكل حاجة، بس السنة دي بالنسبة للغلاء الفاحش دوّة، فأنا كنت إيه عمّالة أقول لزوجي أنا عايزة أنا أعمل، وجاب لي حتى دقيق ليه من فترة، وقُلت خلاص هابقى أعمل بيه الكحك والبسكوت. فنفسي أبقى كويسة يا رب، يا رب علشان أعمل، حتى لو هاشتري برضه زي ما باقول لكم هاشتري جزء وأعمل جزء أفرّح ولادي كده في البيت، وأقعد أنا وحماتي وولادي كده نعمل فيه ونفرح شوية، وأبقى أشتري أكمّل عادي يعني، فيا رب ادّيني الصحة والنبي علشان أقدر أعمل، وعشان نشوف هنعمل إيه في تنضيفات العيد دي، تنضيفات العيد. كواليس كده، عارفين كواليس في حياتنا، بس إن شاء الله التنضيفات دي هنقدر نعملها برضه. ليه بقى؟ علشان إحنا كنا يعني إيه، عاملين تنضيفات عميقة جدًا من الأعماق قبل رمضان، فصحيح البيت اتلحوس والعيال بهدلوه، بس ما اكدبش عليكم ما بيبقاش تعب زي ما بنبقى مثلًا أيام رمضان، لإن في رمضان ده بيبقى بنعمل من الأعماق الأعماق، فبننضف كل حاجة. بتاعة العيد دي بيبقى إيه، التنضيف سهل شوية، وهاحاول على قد ما أقدر إن أنا الأيام الجاية دي أشجّع أولادي، مش عارفة أشجّعهم إزاي يعني أنتم عارفين العيال كسولة، وبالذات وإحنا في رمضان إن هم يقعدوا ينضفوا لي الشقة اليومين الجايين كده يحافظوا لي عليها نضيفة لحد ما أنا أبقى كويسة، إيه علشان أمّا آجي أنضف معاكم للعيد إن شاء الله، إن شاء الله تبقى شقة حلوة يعني وتخلص معايا على طول وما تتعبنيش جامد زي ما أنا ما كنت تعبانة يعني قبل رمضان وكده. وهنا بقى أنتم شُفتوا معايا كل حاجة على الطبيعة بقى، مش هنقعد نحكي بقى، أنتم عارفين أنا ما باحبش أقعد أحكي في تفاصيل الفيديو. طبعًا لمّا قطّعت الكبدة الطبقين مكان الحاجات اللي أنا عملتها أو كده، قُمت غاسلاهم على طول ومنضّفاهم كده علشان نقف على نضافة، وطبعًا لمّا بيبقى في أي علاقة حاجة ليها علاقة باللحوم أو بالفراخ أو أي زفارة أو سمك، لازم أحط شوية خل في الصابون كده علشان الحوض بتاعي يبقى معقّم كده وما فيش أي ميكروبات، عارفين الميكروبات دي أو أي جراثيم أو أي حاجة يعني، نبقى إيه واقفين على نضافة كده. وهنا الكبدة باعملها بطريقة سهلة جدًا، نزلت بالبصلاية الأول في معلقتين زيت صغنطاطين كده وشوحتها حاجة بسيطة، وبعد كده نزلت عليها بالقلب والحاجات اللي بتاخد سِوَى شوية، ييجي 5 دقايق وغطيتهم، بعد كده شِلت وحطيت نزلت بالكبدة بتاعتي، وبحبايتين فلفل كده خضر إحنا بنحبهم جدًا يعني دي على حسب ما أنتِ بتحبي بقى، بهّرت بقى بملح وفلفل وكمون، وأغطيها بقى تستوي، وفي الوقت ده هاحط البطاطس تتحمر. وهاقطّع بقى طماطم شرايح كده وخيار برضه شرايح، وبُصّوا هنا قطّعته حتى هنا علشان ما أطوّلش عليكم الفيديو خالص يعني باحاول أقتصر على قد ما أقدر، وهارصّهم بس رصّة كده شكلها تفتح النِفس شوية يعني عشان العين بتاكل قبل البُق يعني، فنحاول نعمل أي حاجات بسيطة على قدّنا كده، إحنا صحيح غلابة وعلى قدّنا كده بس أهو بنحاول نعمل أي حاجة، وكل ده برضه بابهّره، أنا أي حاجة باكلها لازم أبهّرها يعني مش إن أنا باكل وخلاص. هابهّرها بقى برشة الملح برضه ورشة الفلفل ورشة الكمون، وكده يبقى طبق الطبق الجميل اللي قدّامكم ده هو كمان خلص، والطحينة برضه أنا عملتها وهانزّلها هي كمان كده في الأطباق بقى أحطها هي كمان في طبق كده في أطباق صغيّرة كده، علشان كل حاجة تبقى جاهزة على الأكل بس كده خلاص، يعتبر خلّصنا الغدا النهارده يا أميرة، خلّصناه سهل جدًا وبسيط وما فيهوش أي حاجة، وده الشكل النهائي ليه، شايفين بقى؟
إيه تسلم إيديكِ يا أميرة، أنا باشجّع نفسي يا جماعة، أنتم أمّا تقفوا تعملوا أكل في المطبخ لولادكم، عارفين لو ما حدش فيهم قال لكم حاجة تسلم إيديكم ولا حد قال لِك إيه الجمال ده، عارفة لو الأكل وِحِش حتى، أنتِ قولي لهم الأكل جميل وتسلم إيديّا وتسلم رجليّا وتسلم كل حاجة إن أنا عملت لكم الأكل والحاجات دي، يعني حاولوا تشجّعوا نفسكم وتحمّسوا نفسكم. دخلنا بقى على الفقرة التحلية. أنا بقى في اليوم دوّة أصلًا بما إني يعني إيه، كنت عندي بُص حاسة يعني إيه بدايات كده تعب، فقُلت لنفسي إيه بقى، أنا هاعمل الحاجة اللي أنا باحبها النهارده، أنا مش هاسألهم هُم عايزين حلويات إيه، ولإن كان قبلها بيوم برضه ما كنتش عملت لهم حاجة، فقُلت إيه اللي بتحبيه يا أميرة، إيه اللي بيوصل للناس اللي متابعاني عارفة اللي بيدخل القلب كده على طول، أم علي، عملتها معاكم قبل كده جميلة بجد أنا باحبها جدًا، باحلّي اللبن كويس جدًا، 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 تمام، عشان أهم حاجة اللبن يبقى مسكّر كده. وكسّرتها في الطواجن قدّامكم، واحط عليها بقى مكسّرات اللي موجودة عندي، معلقة، معلقة، معلقة كده، أي مكسّرات عندِك جوزة الهند بس، عندِك زبيب بس، عندِك سوداني مكسّر بس، أي حاجة يعني مشّي نَفْسِك بأي حاجة، عندِك لوز وبندق، أي حاجة عندِك مشّي نَفْسِك كده، وباحط على وشّها بقى إيه، بابشر قطعة زبدة كده بتبقى متلّجة عشان أعرف أبشرها بالمبشرة، تبقى رفيّعة أوي كده، وبانزل على الوش بتاعها كده بإيه، بزبدة. ما تحاوليش لو هتعملي نفس الحركة بتاعتي دي وتحطي زبدة على الوش، ما تحاوليش تكتّري، لإن لمّا بتكتّري الزبدة على وشها بتخلّي طعمها مش حلو خالص، علشان كده أنا بابشرها عشان الحاجات اللي باحطها على الوش دي تبقى بسيطة، مش عايزة تحطي زبدة حطي قطعة قشطة لو عندِك، حطي كريم شانتيه اللي متوفر ما فيش حاجة هتقول لأ، وهنا بقى أنا باطلّعها من الفرن كده باحطها طاجن، طاجن، باحطها تحت الشواية، على فكرة أنا باحط اللبن سخن جدًا، جدًا عليها وباحطها تحت الشواية على طول وباهدّي الشواية جدًا حوالي 10 دقايق أو ربع ساعة، أنا متابعاها إن هي تقعد تستوي كده من جواها لو هي فيها يعني عايزة ت ت تستوي شوية، وفي نفس الوقت الوش بتاعها ياخد لون حلو، وإحنا بنحبها اللبن زيادة شوية، فعلشان كده أنا باكتّر اللبن بتاعها شوية. وهنا بقى لوازم التصوير والحاجات دي عارفين بقى باعمل حركات بقى، عارفين الحركات دي اللي هو نحط الورد من ناحيتي، طب أحطه من ناحيتي، طب إيه الشكل النهائي يا أميرة؟ لغاية ما باستقر على شكلي، يعني قُلت أشارككم اللقطة دي كمان، وباوصل للحظة الحاسمة اللي هي إن أنا لازم أدوق، أدوق دي بقى إن أنا أستمتع بجمال الطاجن اللي أنا عاملاه بجد. ما شاء الله كان جميل والله يعني، ربنا يحسن ما بين إيدينا يا رب أنا وأنتم، وكده الفيديو بتاعي خلص، يا رب، يا رب ادعوا لي أبقى كويسة علشان ما باقدرش والله أتأخر عنكم وآجي لكم بفيديو جديد قريب، شكرًا على متابعتكم، باي باي.